السلام عليكم. معلش تحملوني، هذا الفيديو شوي طويل. أنا حصلت على فيديو من صفحة وزارة الداخلية المصرية. فيديو أحلفكم بالله تشوفوا للآخر، هو 6 دقائق ونص وبرجع لكم بسرعة. ماشي؟ تلفيق التهمة للإخوان المسلمين، تلفيق التهمة لهم أنه هم سبب الأمطار وسبب السيول وسبب الغرق اللي صارت في الإسكندرية. بالله عليكم تشوفوها. في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة البؤر الإرهابية التي تطلع كوادرها بتنفيذ العمليات العدائية بالبلاد وكشف مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي وملاحقة عناصره أعضاء لجان العمليات النوعية وضبط العناصر المسؤولة عن ارتكاب حوادث استهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وزرع العبوات الناسفة بالمنشآت الهامة والحيوية. توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول إصدار قيادات التنظيم الإرهابي تكليفات لعناصره من خلايا لجان العمليات النوعية بمحافظة الإسكندرية بارتكاب بعض العمليات العدائية، وأسفرت الجهود عن تحديد عناصر الخلية والأوكار التنظيمية التي يختبئون بها، حيث تم ضبط 17 عنصرا. اعترفت العناصر المضبوطة بتنفيذ بعض العمليات العدائية، أبرزها سد المصارف ومواسير الصرف الصحي بإلقاء خلطة أسمنتية بداخلها لعدم تصريف المياه، وحرق وإتلاف محولات الكهرباء وصناديق القمامة لإحداث أزمات بالمحافظة وإيجاد حالة من السخط الجماهيري ضد النظام القائم. إبراهيم محروس حامد، عضو في تنظيم الإخوان وأنا في تانية إعدادي عن طريق أشرف منصور العزومي. بعد 30/6 انضميت عن طريق الإخوان إلى مجموعة الإرباك، وكانوا بيعملوا المجموعة ديت كانت هدفها اللي هي تربك النظام وتبينه اللي هو فاشل. وعملنا حاجات، كنا بنسد المجاري وبنحرق الزبالة. سدينا مجاري في شارع قهوة الفيشاوي وفي شارع شهر العسل وفي شارع الطرخاوي. كانوا بيشيلوا البلاعات، غطا البلاعات، ويحطوا اسمنت شكارة او شكارتين مع زلط، مما بيؤدي ان البيارة تتسد او البير يسد. شوف اتمان حديدة زي ديت قطعها كده اهوت، فتح بتك جامد فتح البلاعة. ماشي. وبعد كده جبنا اسمنت وزلط وكبناها في البلاعة، وبعد كده حكينا رجعناها تاني قافلينها وماشيين. كان الكلام دوت الساعة 1:30 2 بالليل. تاني بلاعة كانت في شارع العسل، وفتحنا البلاعة برضو. كان شريط الكتمان معانا، كان معانا حديدة أصغر من ديت وأرفع، ودخلها في الخرم كده، فتح البلاعة وكبنا الأسمنت والزلط في البلاعة وقفلناها تاني. البلاعة الثالثة كانت في شارع جنب الطرخاوي، وبرضو كان معانا شريف عثمان وعلاء سعد، وكان معانا أحمد بكيت، وفتحنا البلاعة كده اهوت. ماشي. فتحة بلغة تقفل، وبعد كده كبينا فيها حوالي شوال ونص اسمنت تقريبا، او اتنين شوالين اسمنت وحوالي تقريبا شوال زلط. وعملنا كده عشان نعمل ازمه في الصرف الصحي والميه الغرق البطاش كله. عناصر التنظيم اعترفوا بتفجير عبوة ناسفة بمنطقة مناورة القطارات بمحطة مصر دائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وإبطال مفعول أخرى بذات المنطقة، تفجير عبوة خلف المستشفى الإيطالي دائرة باب شرق. وبمداهمة أوقار إعداد وتخزين العبوات التفجيرية أسفرت عن ضبط 3 عبوات متفجرة جاهزة للتفجير، 3 عبوات متفجرة تحت التجهيز، سلاحين نار عبارة عن فرد خرطوش، و12 طلقة من ذات العيار، طبنجة صوت وخزينة خاصة بها، كمية كبيرة من المواد الكيميائية والتي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة. أنا اسمي محمد أحمد راشد، اسمي الحرقي عادل وبلال. انضميت للإخوان سنة 2000، شاركت في كل حاجة مع الإخوان في ثورة يناير ولغاية 30/6، وبعد 30/6 اشتركت في كل الفعاليات المناهضة للانقلاب. بعد كده بعد ما تم القبض على معظم أعضاء الإخوان المسلمين،
تم تكليفي بإدارة قطاع غرب وبعضو المكتب الإداري بالمحافظة، وتم تكليفي إن أنا أعيد نشاط العمليات النوعية اللي بتستهدف منشآت الدولة واستهداف ضباط الجيش والشرطة. وبالفعل كلفت عمر خضر إن يشوف لنا مكان يتعمل فيه مصنع ومخزن شاف بيت والده، وبعدين صنعوا 9 عبوات ناسفة، 4 منهم تم استخدامهم، 3 في محطة مصر وواحدة في سموحة، وفعلا ما نجحت، والباقي كان مقرر يتحط قدام اللجان الانتخابية عشان نعمل ذعر للناس، فالناس تحجم على تروح الانتخابات. أنا اسمي عمر أحمد خضر، اسمي حضرتك عبد الله. انضميت للإخوان سنة 2008، وحضرت في الفعاليات بتاعتهم لحد ثورة 2011. بعدها كلفني الإخوان إن أنا أدخل شبكة رصد عشان أغطي الفعاليات اللي في الأرض وأرصد أي انتهاكات أو أي حاجة تحصل على الأرض. بعدها مسكت مسؤول مكتب اسكندرية بحيرة مطروح لحد 2000، لحد انقلاب 30 يونيو. بعدها قابلني محمد راشد مسؤول منطقة العجمي، وكلفني ان انا اوفر مكان عشان نصنع فيه عبوات ناسفة وقنابل، وفعلا وفرت له مكان عندي في البيت، واشتغلت انا والحركي عبد المجيد والحركي تيتو والحركي عاطف والحركي حبالة والحركي صابر، وصنعنا اول 3 عبوات. اول واحدة كانت في كوبري التجنيد، و3 تانيين كانوا في محطة مصر. وبعد كده كلفنا ان احنا نصنع 9 عبوات تانيين عشان نستخدمهم في ايام الانتخابات عشان نسير الذعر ونخوف الناس من انها تروح الانتخابات. وستستمر أجهزة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها في ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية والفصائل المتطرفة الأخرى، وتجفيف منابع الدعم المادي لعناصرها، والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون، للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية في كافة ربوع الجمهورية. مش عارف شو احكي، والله العظيم ما عارف شو احكي. مسخرة، نفاق، كذب، شو اقول؟ ولكم يفضح عرضكم، عن جد عن جد بدي احكيها الكلمة، يفضح عرضكم. معلش سامحوني يا اخوات، سامحوني يا اخوان، والله العظيم الواحد ما بعرف شو يقول عليهم هذولا. ولكم شو هالكذب هذا؟ التمثيل والتلفيق، انا مش فاهم. عموما ما راح اتكلم، انتوا شفتوا الفيديو، شفتوا كيف كذبهم. يعني بدهم حتى الامطار، حتى الفيضانات بدهم يلموها على الاخوان المسلمين. انا شوف، لا انا اخوانجي ولا انا حمسنجي على قولتهم، بسموني حماسي. مره حطوني هيك فيديو حماسي بيسب على الجيش المصري. والله العظيم انكم مسخره. والمسخره اللي اكثر من هيك مو بس الوزاره الداخليه ولا الخسيسي، الحمير اللي بيصدقوه. ولكم حمير دي بلدنا واحنا حرين وانت ملك ومال امك. ولكم يا حمير انتم مش عارفين. في منكم فاق، في منكم صحي، في منكم عرف، في كثير منكم مش قادرين يتكلموا، هم عارفين هذا كله كلام فاضي وعارفين انه اقول لك ما بدي اطول الحكي، ما بدي اطول التعليقات لكم، بس بالله عليكم رجاء ما حد يسب على مصر كمصر ولا الشعب كشعب. في هم هالفئة، هي بس فئة اللي ماشي مع الخسيسي. والله العظيم الشعب المصري شعب اصيل بس مغلوب على امره. معلش رجاء ما حد يسب على مصر، اوكي؟ وحتى الكلام سوقي ما بدنا انتقدوا، بس تكلموا على الحمير اللي بيصدقوا الحمار الكبير تبعهم الخسيسي. ولكم زيحوا لي على جنب لهذا الخسيسي، زيحوا لي على جنب، تفوه عليك يا خسيسي.